السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل شوية معجنات تحفة جدا بجد، بعجينة هشة وقطنية كده هتعتمديها عندك في كل حاجة، ونعملها بحشوة اقتصادية. بجد حاجة جميلة جدا بقى، لزوم السندوتشات، المدارس، وجبة عشاء، في خروجة، اعمليها واحتفظي بيها في كمية في الفريزر. بجد حلوة جدا، هتعتمديها عندك وهتعجبك جدا جدا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منها شيء ولا شيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. لو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو عجبك الفيديو يا ريت بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لأهلك وأصحابك وحبايبك وضع عليكي الجميل بسامي. شايفين العجينة هشة ازاي وقطنية وخفيفة جدا جدا ومش مكتومة؟ هقولك كل الأسرار دي في الفيديو بتاعنا. يلا بينا عشان نشوف طريقتنا ومقاديرنا، يلا بينا. هنبتدي بقى نجهز العجينة بتاعتنا. انا معايا كوبايه ونص من الحليب، ده لبن طبيعي بالوش بتاعه، شايفين القشطه بتاعته؟ القشطه دي بتدي تكه حلوه قوي قوي في المعجنات، لو متاحه عندك، مش متاحه خلاص. هبتدي انزل بكوبايه ونص من الحليب، ومعايا بيضه واحده بس، هاخد الصفار بتاعها واحد، هنزل البياض واحتفظ بالصفار لوش المعجنات بتاعتي. هحط عليها معلقه من الزيت عشان ما تنشفش معايا، واغطيها واشيلها على جنب. معايا ربع كوبايه من السكر، وقطعه خميره 20 جرام كده زي ما انتم شايفين، زي مقاس كده الليمونه كده او عين الجمل. لو مش متاحه تحطي معلقه كبيره من الفوريه وتعملي لها اختبار الاول قبل ما تستخدميها. هحط معلقه كبيره من الخل، ومعايا ربع كوبايه من الزيت، مش هستخدمها دلوقتي، واحط نص كوبايه من الميه. يبقى كده السوائل بتاعتي عبارة عن كوبايتين من السوائل الموجودة معايا. آخر حاجة هنستخدمها ربع كوباية الزيت والملح والفانيليا بتاعتي. هبتدي اقلب كده المواد السايله مع الخميره والسكر لحد ما السكر كده والخميره تبتدي تفك من بعضها وتدوب شويه. انا معايا دي جميع الاغراض هستخدمه معايا. طبعا انت لو مش موجود طبعا عندك العجين، هتشتغلي الخطوه الاولانيه دي كلها بالمضرب اليدوي العادي جدا، عشان عايزه العجينه في الاول تاخد كده ضربه حلوه كده لحد ما الجلوتين اللي في قلب دي يطلع، عشان يديكي عجينه طريه ما تمطش معاكي وتشد وانت بتفرديها. لما تفردي كده تبقى مريحه معاكي، تفرد معاكي كويس. انا هبتدي في الاول، لان انا كميه الدقيق بتاعتي مش كبيره، هستخدم الكف معايا. زي ما انتم شايفين قلبت كده، انت في الوقت ده بالمضرب السلك وشغاله بيه. هنزل بقى بمعلقه الصغيره من الملح، وهنزل بالفانيليا. الفانيليا دي بتدي تكه حلوه قوي قوي للمعجنات. بايه؟ ربع معلقه صغيره من الفانيليا، او ظرف او ظرفين على حسب المتاح عندك. وهنزل بقى ببقيه كميه الدقيق واحده واحده. انا استخدمت في الموضوع ده حوالي كيلو الا شويه كده من الدقيق. هنزل اخر حاجه بعد ما العجينه تماسكت معايا بالزيت بتاعي عشان يلم العجينه. زي ما انتم شايفين العجينه اتعجنت معايا، طبعا عجينها بايديكي، طبعا اهم خطوه الاولانيه، وبعد كده ريحي معاكي واعمليها. نقلت العجينه بتاعتي في الطبق بتاعي، واديها رشه زيت كده بسيطه، وغطيها واسيبها في مكان تخمر معايا. في الفتره بقى اللي هبتدي تخمر فيها ابتدي اجهز الحشو. معايا قطعه من الجبنه القريش، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا 4 قطع من الجبنه الرومي كده صغيرين كانوا موجودين عندي، ومعايا السوسيس بتاعي اللي انا كنت عاملاه محتفظه بيه في الفريزر زي ما انتم شايفينه. هبتدي بقى، طبعا لو اي حاجه من الحاجات دي مش موجوده عندك تقدري تستغني عنها. هبتدي اقطع الجبنه الرومي او التركي دي قطع صغيره، لان طبعا انا معرفتش ابشرها لان هي كانت متقطعه. فالمتاح عندك تقدري تعملي، تقدري تستخدمي جبنه قريش، جبنه فيتا، جبنه براميلي، اللي متاحه عندك تقدري تحطيها يعني، بس هي تكون جبنه متماسكه مش سايحه معاكي يعني. حطيت الجبنه القريش وعلى الجبنه الرومي دي بتدي تكه حلوه برضو. وابتدي قطعت الفلفل الاخضر كمان، بيدي ريحه حلوه قوي وطعم جميل. فلفل اخضر، عايزه تحطي زيتون كمان حطي، المتاح عندك حطي. وحطيت بقى، امسك السوسيس بتاعي بقى واقطعه. عايزه اقول لكم السوسيس ده طلع بصراحه حاجه جميله جدا ومنقذه، بعمل بيه كل حاجه. اعمل بيه البيض والبيتزا والفطاير بتاعه المعجنات، بعمل بيه كل حاجه، فعلا جميل جدا. واحتفظ بيه في الفريزر، اعمليه بجد، لازم تعمليه، مش هتستغني عنه جدا، وما خدش مننا وقت خالص، وحاجه جميله لاولادنا. اعمليه بقى زي ما بيعملوا كده في الزيت، اقليه، اعملي اي حاجه بيطلع حلو قوي قوي السوسيس ده معانا. قطعته قطع زي ما انتم شايفين، ما شاء الله كده متماسك، شايفين؟ والله فعلا وصفه ناجحه جدا السوسيس ده. هبتدي اقلب بقى كده وكده، ايه الحشوه بتاعتي جاهزه. وزي ما قلت لكم المتاح عندك، عايزه تغيريها زي ما انت عايزه. العجينه ما شاء الله تضاعفت حجمها وخمرت ازاي، وريحتها جميله جدا بقى بالقشطه اللي احنا حطيناها، وكمان الفانيليا بتدي حلو قوي. قطعي بقى العجينه بتاعت الكرات زي ما انت شايفينها كده، بالحجم اللي انت حباه واللي انت عايزاه. هقطع بقى عجينتي كده. عايزه اقول لكم العجينه كانت جميله جدا، مش محتاجه بقى ولا اي حاجه ادهنها
وما بتتلزقش معايا، ولا بقى محتاجه زيت ولا دقيق ولا حاجه. لو حسيتي ان هي بس بتلزق معاكي عايزه تحطي بقى دقيق او زيت زي ما انت عايزه. بس انا الحمد لله ما استخدمتش، ما احتجتش لاي حاجه. قطعتهم بالمنظر ده، وهغطيها بقى بكيس كده عشان وشها ما ينشفش معايا. وابتدي اقطعها على شكل مستطيل معايا، فيت على شكل مستطيل. عجينه حلوه جدا، جميله مريحه وجميله. اعتمديها بجد في جميع الوصفات بتاعتك، المعجنات اعتمديها. وصفه رائعه جدا جدا. عايز طبعا تستغني عن اللبن خالص وتعمليها بميه بس، برضو مش مهم، المتاح عندك اعمليه. هبتدي اشكل بقى معايا بالاسلحه بتاعتي كلها. معايا القطاعه، ومعايا قطاعه البيتزا، ومعايا السكينه، والمتاح عندك حبشي استخدميه. انا جبت لك كله، واقول لك انه استخدمت، واقول لك انهي واحده كمان كان شكلها حلو جدا معايا. جبت الجبنه بتاعتي بقى، خلطه الجبنه بتاعتي دي، وابتدي احطها كده زي ما انتم شايفين، وابتدي اقفل عليها. اهم حاجه تقفلي على الجبنه كويس جدا، عشان طبعا لما بتتحط في النار الجبنه بقى القريش والجبنه الرومي هتسيح في قلبيها كده، فمش عايزينها تطلع من المعجنات بتاعتنا. عايزين نحتفظ بيها في المعجنات، تدينا مطه كده وطعم حلو قوي في المعجنات بتاعتنا. عملتها بشكل حرف اليو كده، كانت سهله جدا وما خدتش مننا اي وقت خالص. هبتدي اشكل تاني كده على شكل مستطيل برضو، وابتدي استخدم قطعه البيتزا المره دي. فردت شكل المستطيل كده، هبتدي اظبطه معايا، وبجيب بقى قطعه البيتزا بتاعتي، واقطع برضو الاجزاء، مش بقطع العجينه كلها، انا بقطع جزء بس منها. هبتدي احط الحشوه بتاعتي. طبعا غيري بقى في الجبن بتاعتك، مره بقى تعمليها بالجبن، تعملي المتاح عندك اعمليه. قطعت بقى كده بقطعه البيتزا بتاعتي، قطعه عاديه، قطعه شرايح. انا بصراحه كان عندي العاديه بس ما لقيتهاش ساعتها، ما اعرفش اختفت فين، فقطعت بالموجوده دي. زي ما انتم شايفين بشدها من الحروف كده وادخلها تاني عشان تقفل على الجبنه بتاعتي، وما تطلعش جبنه في السوا بتاعي. هبتدي افرد كده. اخر حاجه بقى فردتها اللي هي بالسكينه. انا حبيت بس اوريكم ان هي لو اتقطعت منك العجينه حتى، بصي بتتلم معاكي، وتتلم ازاي لان العجينه ما شاء الله مخدومه معاكي وطريه. فحتى لو في خرم بصي اتقفل معايا مفيش اي مشكله خالص. جبت بقى السكينه بتاعتي كده، أنا حاولت اعمل بالظهر الاول عشان خفت على الموقف عشان هو يتقطع، بس ما نفعش بظهر السكينه. قطعت كده بالسكينه شرايط كده بسيطه كده معايا، جزء برضو بسيط. الجزء الاخير ده اللي هو بياخد اللفه بس، انما الجزء اللي احنا بنلف فيه الجبنه بنسيبه زي ما هو، زي ما انتم شايفين كده، التلت والتلتين او النص والنص. هبتدي اضغط عليها كويس جدا زي ما انتم شايفين بايديا، واشد الحرفين اطبقهم، واقفلها معايا كده بالمنظر ده. بصوا يعني انا مش عارفه بقى هتبقى واضحه معاكم ولا لا، انا حبيت اوريكم الاشكال كلها. شايفين الاشكال؟ انا حاسه ان بتاعه السكينه كان شكلها حلو بجد جدا. بص شكلها كده متسق وجميل كده، حلو والله. فبقى انت المتاح عندك تقدري تعملي. هوريكم بقى شكل تاني تقدري برضه تعمليه عندك، لو حابه تغيري في نوع الحشوه وتبدلي لاولادك بقى. لو حابه تغيري الحشوه تقدري تعملي الشكل ده، حشوه كده وحشوه كده، يبقوا عارفه تبقي شايفه الفرق ما بينهم ايه. عملتها بنفس المنظر بتاعنا، وابتدي اقفلها على شكل الكحكه بتاعتي. بس انا دلوقتي مش هعملها بقى على شكل ايه مستطيل، هعملها على شكل مربع كده او مستطيل. يبقى العرض بتاعه اكبر عشان تبقى طويل معاكي، تعرف تتلف معاكي. خلصت الاشكال بتاعتي. عايزه اقول لكم ما شاء الله الحبه بس دول كده من اقل من كيلو دقيق، يعني كيلو الا كوبايه كده، تتفضل يجي كوبايه دقيق، عملت كميه حلوه قوي. جبت الصفار البيضه بتاعتي وقلي عليها معلقه الزيت، وحطيت عليها معلقه خل، وقلبتها كويس جدا، وده اللي هندهن بيه وش المعجنات بتاعتنا. طبعا الفرن بتاعي سخن دلوقتي، ابتديت اسخنه. المعجنات بتحب درجه الحراره العاليه عشان ما تنشفش معاكي وتبقى طريه وهشه معاكي. اهم حاجه المعجنات درجه حراره عاليه. هدهنها بقى بصفار البيض. حطي بقى حبه البركه، حطي سمسم، عايزه تسيبها زي ما هي زي ما انت عايزه. انا شكلت حبه كده وحبه كده، وهبتدي احطها في الفرن بتاعي على درجه حراره 200. ما خدتش 10 دقايق وطلعت معايا. شايفين عامله ازاي؟ هشه جدا وقطنيه، وكانت ريحتها جميله جدا، وطعمها كان رائع بجد بجد. حشوه اقتصاديه وسهله، وطعم جميل جدا. عايزه بقى تحشي بقى منها، تحطي بقى حلو وتحطي سكر وقرفه، تحطي عجوه زي ما انت عايزه. طبعا لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، واللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وتدعميني باللايك بتاعك الجميل. ومستنيه تطبيقاتكم، وتقولي رايكم في وصفه النهارده وايه اللي حصل معاكم، واي استفسار انا تحت امركم. استودعكم الله الذي لا تضيع امانته، في رعايه الله وحفظه حبايبي. واشوفكم في فيديوهات تانية، واقول لكم مع السلامه.